ايه النصايح اللي ممكن اقولها عن الجواز؟ ما تستعجلوش في الجواز، ما ترضوش بالقليل، مش كامكانيات ماديه، كتعاون، كحب، كمسؤوليه، كمشاركه. ما ترضيش ان الراجل يلغي دوره علشان يشيلك انتي دور مش دورك. ما ترضيش ان انتي تبقي مجرد حاجه محطوطه في البيت مش شريكه حياه. لما تخلفي ما تنسيش نفسك، وافضلي دايما تحبي نفسك، واوعي تحبي جوزك ده اكتر من نفسك. حبيه وضحي وقفي جنبه، بس دايما اولوياتك هي نفسك. عشان تقدري تحبيه لازم تبقي بتحبي نفسك، عشان تقدري تبقي عطاءه لازم تدي لنفسك، عشان تقدري تكوني مؤثره اثري على نفسك، عشان تقدري تبقي سعيده ساعدي نفسك. عمر ما في بيت سعيد بأم تعيسة أو بزوجة تعيسة. بلاش تدخلات عائلية خالص. أي حد هيتدخل في حياتك بشكل مش يعني مش هقولك مش لائق، بلاش مش لائق. أي حد هيتدخل في حياتك بشكل انتي رافضاه، حتى لو هو لائق لكل الناس اللي حواليكي بس انتي شخصيا رافضاه، اقفي بعلو صوتك قولي لا، أنا معترضة على التدخل ده. ما تحطيش جواكي وتسكتي تسكتي 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 تسكتي، وفي الاخر مع ابسط حوار بينك وبينه، ابسط خناقه بينك وبينه، تطلعي على الرابع يا اختي وامك واللي جابوا امك وابوك وعمايل اخوك واختك بصت لي وبنت خالتك غمزت لي والتانيه نقرتني. اوعي تعملي كده بالذات مع الاهل. يا هتحكي اول باول يا لسانك جوه بقك وما تحكيش، وبينك وبينهم تحطي الحدود اللي انت عايزاها وتعلني رفضك للشيء اللي مضايقك بشكل عام. ما تديش اكسبشنز لحد. بلاش بقى طبعا يعني انك طول الوقت تبقي قاعده متفرغه للراجل، لان ده شيء مؤذي جدا ليكي قبل ما يبقى ليه. خليكي متفرغه لنفسك انت، حققي ذاتك. مش شرط في الشغل على فكرة، ممكن في دراسة، ممكن في شغل بيت، ممكن في نظام دولاب. حققي نفسك بعيد عن الراجل. خلي عندك دايما حياة بعيد عن جوزك. الحياة مع جوزك موجودة، ولكن حياتك انتي مع نفسك هي اللي بتعمل حالة الصلح، اللي بتخليكي قادرة تستقبلي ضغوطات الحياة، تستقبلي مشاكل الدنيا ومشاكل جوزك. فدايما خليكي عندك وقت لنفسك وحياه لنفسك بعيده عن جوزك. بلاش تبقي مدلوقه في المشاعر، وبلاش تبقي جامده في المشاعر. خليكي دايما في المتوسط، يعني في الحنين منه كده، مش على طول دلدقه اهتمام ومشاعر، ومش كلمه بتطلع بالعافيه. طول الوقت خليكي دلوعه. ومعنى كلمه دلوعه في الجواز مش العلاقه في السرير، دلوعه اللي هو رقيقه، حنينه كده، عطوفه. ما تبقيش الند بالند والراس بالراس، لا يعني خليكي دلوعه. ليدي، انتي ليدي، انتي مش داخله خناقه في الشارع مع بتاع السوبر ماركت على 3 جنيه فضه هيديكي بيهم باقي البان وانتي مصممه تاخدي 3 جنيه فضه. جواز مش كده. فخليكي ليدي. بلاش تبقي طول الوقت قلعه في البيت، لان ده برضو شيء مؤذي جدا للعلاقه الزوجيه. خليكي دايما لابسه شيك شيك، يعني مش محتشم ومش مشلح، في المعقول بس شيك. واللونجري والحاجات الحلوه دي ليها وقتها، مش طول الوقت انتي قاعده باللونجري. دي مش حياه زوجيه، ده كده في احدى بيوت الدعاره كده مش حياه زوجيه. وبلاش بقى طول الوقت تليفونات وهو في الشغل. هي مكالمه واحده في اليوم وهو في الشغل، ان انت بتطمني مثلا اذا كان هو صبر نفسه بحاجه، ويا ريت كمان ما تطمنيش اساسا، يكون افضل ليكي وليه، لان هو كده كده مش هيرد عليكي، ولو رد عليكي فهيقول لك حاجه تحرق دمك، او هيخليكي معاه على الخط وهيكلم الشغل، وده شيء طبيعي لان الشغل ليه مواعيده ليه حياته. بلاش السلايف. نو بقك مقفول كده. سلفتك عمرها ما هتبقى صاحبتك، اخت جوزك عمرها ما هتبقى صاحبتك، تمام؟ عمر ما في حد من عيلة جوزك هيبقى صاحبك. هما هيبقوا عاملين صحابك طول ما ابنهم راضي عنك، موافق بيكي، عايزك، بيحبك.
لما جوزك هيقلب عليكي كلهم بلا استثناء هيقلبوا عليكي. ام جوزك مش امك، هي حماتك مهما كانت طيبه وحنينه وخلوقه، ستيل هي حماتك. هي عمرها ما هتحس بوجعك، عمرها ما قلبها يوجعها عليكي، لان الطبيعه البشريه بتحتم عليها ان هي قلبها وعقلها وكل مشاعرها وحواسها يكونوا مع ابنها، ولو عملت عكس كده تبقى هي ام مش طبيعيه. تمام؟ ف امك هي امك، حماتك هي حماتك. وبلاش تحكي حاجات كتير لحماتك، خليكي في الضيق منه كده. وما تشتكيش من جوزك لاي حد في الدنيا في اسرار البيت. يعني ممكن تحكي مواقف مضايقاكي، اوكي. اسرار البيت، الحاجات الخاصه قوي بلاش تحكيها عشان هتندمي بعد كده. يعني اي حاجه هتفضفضي بيها وقت جرح، وقت بكا، وقت انهيار، صدقيني هيتمسك عليكي زله بعد كده. في مواقف تانية هيتقالك هو مش انت اللي كنتي بتقولي كذا، هو مش قبل كده عمل فيكي كذا، هو مش قبل كده حصل منه كذا. اياكي لسانك في بقك. يوم ما تفكري يعني تفضفضي وخلاص هتتكلمي، هتموتي وتتكلمي، ممكن مع امك لو هي متفهمه وبتعرف تفصل في الامور، او دكتور نفساني. غير كده انا معرفش.